السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في دور ال 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اللي ليفربول حامل لقبها. طبعا فاكرين طبعا ليفربول لما أخذ الكاراباو كاب وكأس الاتحاد الإنجليزي السنة اللي فاتت، فطبعا هو حامل لقب البطولة دي. طبعا الفرقتين دخلوا المباراة بكامل تشكيلهم بالتشكيل الأساسي الفول تيم. يورجن كلوب نزل طبعا كل الأساسيين، بداية من حارس المرمى لقلبين الدفاع لطبعا الباك اليمين باك الشمال، طبعا هندرسون، فابينيو، الكانتارا، محمد صلاح، ونزل كمان الصفقة الجديدة كاجبو اللاعب الهولندي لاعب ايندهوفن الهولندي. يعني ليفربول حشد كل الأسلحة بتاعته عشان يواجه لوبتيجي الأسباني المدرب القدير طبعا، مدرب وولفرهامبتون، واللي بيتسلح طبعا بأسلحة طبعا يعني راؤول كادز، كل مفاتيح الهجوم لفريق الذئاب. فطبعا المباراة كانت في أجواء حماسية جدا في الأنفيلد. يعني ابتدى اللقاء بضغط عالي جدا من ليفربول طبعا، لغاية ما قدر كاديز ان هو يحرز هدف من اخطاء أليسون بيكر الغريبة الساذجة. يعني خطأ ساذج جدا كارثي من أليسون بيكر يقدر يتقدم بيه كاديز لفريق وولفرهامبتون عشان يعلن عن الهدف الأول لفريق الذئاب. ليفربول طبعا ما سكتش، وبحكم طبعا الاستحواذ والضغط الهجومي اللي طبعا عن طريق محمد صلاح ونونيز وكاجبو اللعيب الجديد، قدر ألكسندر أرنولد إن هو يعمل عرضية جميلة جدا على رجل نونيز اللي خدها فيرست تايم على طول على شمال حارس مرمى وولفرهامبتون عشان يحرز هدف التعادل في الدقيقة 45. انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1. ليفربول طبعا عارف ان هو لازم يضغط لان المباراة لازم تنتهي بفوز اي فرقة من الفرقتين، وفي حالة التعادل بيتعادل المباراة على ملعب وولفرهامبتون. ففعلا ليفربول ابتدى الشوط الثاني بهجوم، قدر محمد صلاح يستغل خطأ كارثي برضو من دفاع وولفرهامبتون في الدقيقة 52 عشان يحرز هدف جميل بعد ما ثبت الكورة برجله الشمال، يعني طبعا وراح حطها على يمين الحارس. طبعا حكم المباراة رجع لتقنية الفار وحسب الهدف. واحنا عارفين ان مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مش كلها بتبقى بتقنية الفار، الا في مباريات الفرق الكبيرة اللي بتتلعب، او فرق البريمير ليج الاساسيين اللي بيلعبوا المباريات على ارضهم. ففعلا تقنية الفار حسبت الهدف لمحمد صلاح واتقدم ليفربول 2-1. ولكن الضغط لولفرهامبتون برضو يعني حاولوا مرة واثنين وثلاثة لحد اللاعب الكوري الجنوبي شوان هان قدر ان هو يحرز هدف التعادل من تحت ايد أليسون بيكر اللي كان مش في يومه في اليوم ده، ولا دفاع ليفربول كان في يومه. قدر برضو فريق ليفربول انه يتماسك تاني ويحاول ويحاول ويحاول، وكان فعلا ليه هجمات خطرة جدا وتغييرات كتيرة عملها يورجن كلوب عشان ان هو يأثر على مدافعين وولفرهامبتون. نزل نبي كيتا، نزل ميلنر، طبعا نزل إليوت. ابتدى ان هو يغير في الفريق ككل ويطلع كاجبو ويطلع محمد صلاح. والا يعني جت لحظة توت اللاعب الاسمر احرز هدف لفريق وولفرهامبتون وسط طبعا يعني تعجب من فريق ليفربول وجماهيره. ولكن تقنية الفار رجعت وقالت كلمتها ان الهدف تسلل، مش هدف صحيح.
وبالفعل اتلغى الهدف طبعًا وسط يعني اعتراضات من لوبتيجي المدرب الأسباني المعروف، ولكن اتلغى الهدف وفضلت النتيجة 2-2، وفضل ضغط ليفربول إنه بيحاول إنه عايز يتمكن إن هو يحرز الهدف التالت، ولكن المباراة انتهت بنتيجة 2-2 عشان ليفربول وولفرهامبتون يطلعوا متعادلين وتتعادل مباراة تاني في ملعب وولفرهامبتون، لأن المباراة لازم تنتهي بمكسب أي فرقة من الفرقتين. وهنشوف الأسبوع الجاي طبعًا لمّا وولفرهامبتون يلاعب ليفربول إيه اللي هيحصل، خاصةً إن هو فريق فعلًا فريق قوي، فريق إن هو بيحاول إن هو يحقق مفاجأة ويطلّع حامل اللقب. هل يورجن كلوب هيقدر بالمفاتيح اللي عنده إن هو يكسب، والّا لوبتيجي باللعيبة الواعدة، اللعيبة اللي عايزة تحقق أساميها وتحفر أساميها في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله. انتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.